لا يمضي يوم على أبو محمد دون أن يقدم عونا لعراقيين حطوا رحالهم في اسطنبول. أحدهم يسأل عن سكن يقيم فيه، وآخر يبحث عن فرصة عمل يقتات منها، فيما يستفسر ثالث عن كيفية تقديم طلب للجوء إلى دولة ثالثة. أول مشكلة تعانيهم أنه الفترة اللي ينطي به القرار مع الأمم المتحدة مثلا يتجاوز مرات سنة، سنة ونص، سنتين، فمعظمهم يعني يبقون مكان ماكو عندهم مكان بلا مأوى، نأمنوا مكان سكن. حتى مثلا شباب يريدون يقعدون مع شباب ثانيين بسعر مناسب يعني. وطبعا الإيجارات كلش غالية باسطنبول هسه حاليا. يعني تتألم أنت، يمكن راح تلتقي تتألم والله شباب، يعني تلقاهم حتى يمكن بعض الأحيان تلقاهم هنا نايمين، يعني هنا تسأله يقول أنا ما أقدر أريد أهاجر يعني. فمن خلال يعني قناتكم أنتم جيتوا هنا وشفتوا، فنتمنى أن توصلون هذا الشيء. هي غربة أخرى ورحلة جديدة يمضي بها اللاجئ العراقي الذي تجده كل يوم هائما يبحث عن دولة أجنبية يأوي إليها من شتى أنواع المشاكل والهموم التي تطارده. تركيا إحدى الدول التي احتضنت مكتبا لمفوضية اللاجئين الدولية الذي لا ينفك عن استقبال عشرات العراقيين يوميا. أسر وشباب بعمر الزهور ينتظرون مصيرا طالما حلموا بأن يكون ربيعا، فيما لا يرجون أن تتعاقب عليهم المواسم وهم يترقبون بلد الاستقرار. جينا هنا يعني نحاول شوية نستحمل هاي الفترة اللي احنا بيها هسه، وإن شاء الله نطلع البلد يعني نحصل بيه شهادة أو فتشي، ونرجع إن شاء الله نخدم بلدنا بأي شكل من الأشكال يعني. ولو الصراحة يعني احنا حاولنا بالعراق بكل جهدنا، حاولنا يعني. اول ما يجي يلقى فد معاناه يعني كبيره، ان هي لا اكو شغل، لا اكو عمل، لا اكو فد شيء، لا اكو فد مصدر مادي انه يعيش من عنده. قد تطول الايام والسنون على المقيمين في تركيا، غير ان الانتظار يبقى خيارا مفروضا عليهم، فقد يسعفهم الصبر في تحمل اعباء المعيشه، وقد يقاسون مختلف الظروف لدرجه انهم يتمنون العوده الى الوطن. أنا روحي بالعراق، روحي بالعراق، يعني أنا هسه يعني حتى بعد ما أقدر أحكي، روحي بالعراق. أنا كل لديه قصة ومعاناة يحملها، وكل لديه أمل في العيش الرغيد. خرجوا طالبين اللجوء لدول حالمين أن يجدوا فيها غايتهم، عيونهم حائرة، عين تنظر إلى المستقبل المجهول، وعين أخرى تنظر إلى وطن تركوه على مضض، آملين أن يمد ذراعه في يوم ما لاحتضانهم مرة أخرى. للفرات، مسلم البياتي، اسطنبول.